هنعمل مع بعض النهارده شيش طاووق مع البطاطس بطريقة سهلة وجميلة ومميزة جدًا. حضّرت معايا بقى كيلو من صدور الفراخ قطّعته مكعبات بالشكل ده كده وسط، لا كبيرة ولا صغيرة. طبعًا أول حاجة في التتبيلة بتاعتنا النهارده، حضّرت كوبايتين من الزبادي كده، الزبادي ديّة بتخلّي الشيش طاووق طري خالص، مشوي بس جميل، مقرمش من برّه كده ومن جوّه طري. فحضّرت كوبايتين أحط لهم التوابل بتاعتي بقى، معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسمر، معلقة من الزنجبيل، قرفة، ومعلقة من الزعتر بتدّي ريحة جميلة نُص فنجان من الخل، ومعايا نُص فنجان من الزيت، لو زيت زيتون يبقى أفضل. الحاجات دي كلّها مع بعضها كده مع دبس الرمان كده بالشكل ده. حطيت معلقة من الدبس الرمان، الصويا صوص ودبس الرمان، معلقة من كل حاجة كده بالشكل دوّة. جميلة بصراحة، الريحة دلوقتي خطيرة. ومعلقة من الصلصة بقى، كيس صلصة كده أو معلقة من الصلصة. أنا عايزة الشيش طاووق بتاعي يبقى مختلف شوية ولونه أحمر، فهاحط له معلقة من الصلصة. سلمى بنتي طالباه كده بالشكل دوّة. وطبعًا عشان نعمل